السلام عليكم، معكم مهدي اللبار في أول حلقة من ELML بودكاست. سمية الحلقة هي نصائح قبل ما نتعلم البرمجة. أول نصيحة غادي نهضروا عليها خاصنا نطرحوا لراسنا بعد واحد السؤال، هو علاش بغينا نتعلموا البرمجة؟ واش علاقة بها الخدمة، أو باغي نتخصص في مجال تطوير التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي، أو غير بغيت نتعلم وصافي؟ خاصك تحدد الهدف ديالك من البرمجة. إلا حددتي الهدف ديالك غادي يساعدك باش تختار اللغة والطريق المناسب، حيت كاين بزاف ديال اللغات في البرمجة وكل لغة والمجال التخصص ديالها. تاني نصيحة، من الأحسن تعلم اللغة الإنجليزية واخا غير شوية. حنا ما قلناش لك خاصك تولي شكسبير زمانك، ولكن على الأقل تقشع شوية في الأونجلي، حيت 99% ديال اللغات البرمجية مكتوبين باللغة الإنجليزية. عادة فاش الدوكيومونتيشن والسيبور وملي كتقلب في الانترنت كتلقى اغلبيه ديال الحوايج اللي متعلقين والمشاكل والحلول ديالهم كتلقاهم باللغه الانجليزيه. خاصك مع اللغه الانجليزيه تعلم الرياضيات البسيطه. كيفاش الرياضيات البسيطه؟ هذاك الشيء اللي قريناه حتى الكاترياماني، بحال الدوال، بحال المعادلات، حيت اغلبيه ديال لي فونكسيون هذاك الشيء لا باز ديالهم راه هما الرياضيات. الا ما كنتيش فاهم الرياضيات كيفاش غادي دير باش غادي تكمل في البرمجه؟ ثالث نصيحه وهي اهم نصيحه خاصك تعرف، خاص يكون عندك الصبر، خاص يكون عندك طول بال وتكون كتصبر ديال بصح، يعني عندك لا باسيونس. ما كنتيش كتصبر راه ما خدامش لك تقرا برمجه، ما غاديش تكمل فيها. راه كنا في الاول، انا بعدا كتجربه شخصيه ديالي، انا دخلنا القسم ما عرفتش شي 46 واحد ولا ما عرفت شحال، المهم دو جروب وقال فيهم 46. في الدوزيام اني بقاو النص، في التروازيام اني بقينا شي 6 ولا 7. يعني الاغلبيه ما قدروش يكملوا حيت ما عندهمش الصبر. بالنسبه لي اصعب حاجه هو راه تعلم الكتابه والقراءه. كتجي تعلم البرمجه وما عمرك ما خاصك تزرب فيها، خاصك تبدا بالاساسيات. بحال اش الاساسيات؟ مفاهيم اساسيه في البرمجه، اي لغه برمجيه كاينين نفس المفاهيم تقريبا كتبازاو عليها. هما المتغيرات، الجمل الشرطيه، الحلقات، الدوال، القوائم والمصفوفات. الا فهمتوا هادو راه غادي تضرب 90%. اي لغه برمجيه ملي غادي تبغي تقراها غادي تجيك سهله، حيت انت اصلا ضابط هاد المفاهيم. اما تمشي وتختصر الطريق وبديتي باطر العمل مثلا والمشاريع الكبيره، اعرف راسك راك ضعتي. خاصك ضروري تبدا بالسهل باش تمشي للصعيب، ما كاينش اختصار في البرمجه. رابع نصيحه، خاصك تختار لغه سهله المبتدئين. تمشي تبغي تتعلم تبدا بالجافا مثلا او السي بلاس بلاس، راه غادي تلاشي دغيا. خاصك تحاول تعلم شي لغه اللي تكون سهله بحال بايثون ولا جافا سكريبت. خامس نصيحه، خاصك تفهم المنطق. البرمجه كتعتمد على اللوجيك، على المنطق. اما الحفظ زعما غير باغي غير تحفظ هكاك راه ما خدامش لك. خاصك تفهم الحفاظه، ما غاديش تنجم ولدي. علاش؟ حيت البرمجه كتعتمد على حل المشاكل بعد اول حاجه، وما كتعتمدش على التكرار. هذيك القضيه ديال بضاعتنا ردت الينا راه ما خداماش لك. في البودكاست ان شاء الله الجاي غادي نشوفوا باقي النصائح. كان معكم مهدي اللبار. خلي كومنت، لايك، سبسكرايب. سلام.